تحية طيبة وطابت أوقاتكم بكل خير في هذه الإطلالة الخفيفة واللي من خلالها غنناقشوا آخر العناوين الحصرية. عاجل نبيل باها يثير غضب الجماهير المغربية بسلوكه في مواجهة جنوب أفريقيا في الربع النهائي. هادشي كامل وكثر غتابعوا معنا في هذا المقطع، ولكن قبل نصلي ونسلم على خير المرسلين محمد رسول الله فضلا وليس امرا باتكم تدعموا هذه القناه بالاشتراك، تفعلوا اعجاب ويلا على بركه الله. اثار المدرب المنتخب الوطني المغربي الفتيان جدلا كبيرا في مباراه ربع النهائي كاس افريقيا تحت 17 سنه ضد جنوب افريقيا بعد ما قام بحركه استفزازيه تجاه الجماهير الحاضره في ملعب البشير بالمحمديه عقب تسجيل ابن زياد باها هدف تقدم منتخب المغرب في دقيقه 61. طلب مدرب من الجماهير مدرجة التزام الصمت، وهو تصرف اعتبره العديد من المتابعين استفزازيا مما أثار غضب فئة واسعة من الجماهير. هذا التصرف جاء بعد أن عاد المنتخب جنوب أفريقيا النتيجة في الدقيقة 54 ليظهر المدرب باه في لحظة غضب محاولا إخماد الحماس الجماهيري الذي رافق الهدف. التصرف الذي اثار ردود فعل متباينه بين الجماهير المراقبين، حيث اعتبر البعض انها خطوه غير رياضيه بتاتا، وانه كان من الافضل ان يركز المدرب على تشجيع لاعبيه بدلا من تصرفات قد تزعزع الاجواء في الملعب. بينما دافع اخرون عن المدرب معتبرين ان تصرفه كان مجرد تعبير عن مشاعره كأب ومدرب في نفس الوقت. تبقى الاشاره الى ان المنتخب الوطني المغربي حسم تاهله الى نصف النهائي كاس افريقيا في مباراه اليوم بعد ما تغلب على جنوب افريقيا ب3 اهداف الى واحد. الى تابعتي معايا المقطع النهائي بغيتكم تدعموا هذه القناه بالاشتراك، تفعلوا اعجاب وكل الدعم للمنتخب الوطني الفتيان ووليد الركراكي في نفس الوقت. والى اللقاء اصدقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.